السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وجولة جديدة معايا في قناتي، يا رب تعجبكم. بس قبل اي حاجة ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وتدعموني بأي كومنت منكم حلو ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل بإذن الله. النهاردة هوريكم فرشات حلوة قوي في الرواعي بصراحة، وأسعارها حلوة جدا. الفرشة اللي انا كنت بصورها لكم دي، الفرشة دي جنب فرشة الصيادة على طول، في الباب الخلفي لمول صدناوي. الفرشة دي اي حاجة عليها ب135، عليها كوتشيهات زي ما انتوا شايفين، وعليها بوطات، وعليها جزم. جزم بصراحة حلوة قوي، وخامتها كانت حلوة برضو جميلة، واشكالها جديدة جدا. اي حاجة في اللي انا بعرضها لكم دي كلها ب135. وكان عليها برضو شباشب حلوة، وعليها صنادل، وعليها حاجات تمشي معاكم كمان، سواريه زي ما انتوا شايفين كده، بوريها لكم كلها بتفاصيلها. حاولت اعرض لكم منها جزء كبير، لان بصراحة والله كان عليها تشكيل حلو قوي وكبير جدا ما شاء الله. بس طبعا ما قدرتش اصور كل حاجة، انا صورت الحاجات اللي قدامي لان برضو الدنيا كانت زحمة شوية، فمعرفتش اوصل لحاجات كتير يعني. هي عليها تشكيل اكتر من كده، زي ما انتوا شايفين كده، اشكال حلوة جدا ما شاء الله، مميزة برضو. الجولة بتاعتنا النهاردة انا هعرض لكم فيها حاجات كتير. السويت شيرتات ديت كانت عاملة 200 جنيه، اي سويت شيرت كان عامل 200 جنيه. الفرشة دي كانت في اول شارع الرواعي، وانتوا داخلين شارع الرواعي هي موجودة. اي سويت شيرت عليها كان ب200 جنيه. وكان عنده كمان الجاكيت البامبل كات، ده كان عامل 300 جنيه. يعني برضو سعره بصراحة بالنسبة لأسعار بره كان حلو جدا. كل السويتشيرتات اللي انا بوريها لكم دي، هنا ساعتها كان بيقول لي ان السويتشيرت ده في منه مكتوب عليه كده، وفي منه نفس الشكل ده ساده. كل الاشكال اللي انا بوريها لكم دي، اي سويتشيرت عنده كان ب 200 جنيه. عنده اشكال كتير والوان كتير، وعنده مقاسات، يعني عنده مقاسات الاطفال، وعنده مقاسات الشباب اللي انا بوريها لكم الرجالي. عنده كل حاجه. دي كانت الفرشه بتاعت السويتشيرتات. الفرشه دي بقى كان كلها بوطات، اي بوط منهم ب150 جنيه. كل الاشكال وكل الالوان زي ما انتوا شايفين. كان عنده الكافيه، وعنده الاسود، وعنده الجملي، وعنده النبيتي، وعنده اللون اللي هو زي الجنس كده، هوريهولكوا برضو دلوقتي. وعنده البيج، وعنده البني. يعني ما شاء الله كان عنده كل الالوان واشكال برضو كتير. بس هي الحاجات دي برضو اللي كانت قدامي. كان في تشكيل تاني من ورا كده، فيه زي ابزيم وحاجات زي كده، برضو كانت حلوة. بس بصراحة برضو معرفتش اوصل لها كلها. حاولت اوريكم منها جزء كبير كده، واعرفكم برضو سعرها. الفرشة دي كانت في الشارع الجانبي بتاع شارع الرويعي، اول شارع يمين، في يعني رابع فرشة او خامس فرشة. برضو كان عنده بطاط برضو حلوة، وفيها حاجات بكعب كده، وحاجات الكعب بتاعها يعني حتة واحدة كده، برضو مريحة أوي في اللبس. بصراحة كانت حلوة. وعنده حاجات بقى يعني زي ما انتوا شايفين كده فلات، بتبقى حلوة أوي ومريحة جدا جدا بصراحة. دي كل أشكال كتير أوي عنده ما شاء الله. زي ما أنا بوريكوا أشكال برضو وألوان كتير. يا ريت لو الجولة بتاعتي بتعجبكم، بالله عليكم ادعموني باللايك والشير، ويعني كومنت حلو منكم كده يشجعني ان انا اكمل معاكم بقية الجولات بإذن الله. والله ربنا اللي يعلم الواحد بيتعب في الجولات دي قد ايه، بس بنحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم فروشات حلوة وشغلها كويس. الفرشة دي كانت في مول صدناوي، لو انتوا شفتوا كده مول صدناوي ورانا على طول، الفرشة دي كانت قدامه. كان اي بلوفر عنده، البلوفر القط ده كان عامل 150، والبلوفر التاني اللي عامليه زي الفراولة ده كان عامل 250 او 230 حاجة كده. ودي الهاف اللي هي الحاجات الهاف دي كلها. ودي برضو البناطيل دي كانت عاملة تقريبا 150 جنيه او 180 حاجة كده يعني، في السعر دوت. بس طبعا عايزه اقول لكم الفروشات دي بتفاصل، يعني طبعا انا ما كانش هو يعرف ان انا بصور اصلا، فكنت باخد السعر زي ما هو بيقوله عشان برضه ابقى صادقه معاكم. لكن الفروشات دي كلها بتفاصل يعني فرشة الشنط دي، اول ما سألته ما كانش يعرف ان انا بصور. اول ما سألته قال لي الشنطة الكبيرة عاملة 1400. بعد كده لما عرف ان انا بصور، لقيته بيقول لي الشنطة الكبيرة دي عاملة 1050. يعني فرق كبير جدا في السعر. انا مش عارفة بصراحة يعني بيعملوا كده ليه.
ولو حد ما بيعرفش يفاصل هيتخم خمة جامدة جدا بصراحة. الشنط اللي انا ماسكاها دي كانت عاملة 100، والكبيرة بتاعتها كانت عاملة 200. لكن شنط السفر دي كانت بتبدأ الأسعار معاكم من 400. دي كانت عاملة 200. شنط السفر بقى اللي هي اللي قدامكم دي كانت بتبدأ معاكم من 400 الصغيرة خالص، 600، بعد كده 1050. السليبرات او الشباشب دي بتاعت البيت الفرو دي بصراحة اشكالها حلوة قوي قوي قوي، عجبتني جدا بأمانة والله. كان الشبشب عامل 175 او 75. يا جماعة هو كان عامل 175، افتكرت هو قال لي سعره 175 عشان يعني انا لما كنت بصور راح قال لي على فكرة سعره 175. قلت له خلاص يعني انت بتزعق ليه؟ مش مشكلة، انا مش بدور على السعر قد ما بدور على حاجة مميزة وشكلها حلو وكويسة وخامتها كويسة كمان. فدي بصراحة الفرشة دي كان شغلها بالنسبة للسليبرات بتاعة البيت والشباشب بتاعة البيت دي، بصراحة شغلها كان مميز جدا. ما شفتش فرشة في الرواية كله شغلها زي شغله بصراحة، وعنده الموديلات دي والحاجات دي. لو انتوا تعرفوا مكان فرشة تانية عندها الحاجات دي بسعر اقل اكتبولي في التعليقات، وبإذن الله اروح اصور لكم فيها واوريكم الحاجات عنده. بس هي الفرشة دي بصراحة كانت حلوة جدا وشغلها مميز، عجبتني. دي من ضمن الفروشات اللي شغلها مميز جدا في الرواعي. وان شاء الله الفترة الجاية هنزل لكم جولات تانية، وعامله لكم فيديو حلو جدا عند فرشة الصياد. يا ريت تتابعوني وتدعموني باللايك والشير وكومنت حلو منكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.